فيصبحون عالة على مجتمعاتهم، بل يصبحون علة على مجتمعاتهم، بل يصبحون أمواتا وهم أحياء، لأن الإنسان بالعقل لا بالجسم إنسان. من أجل هذا أيها الإخوة والأخوات نجد أن القرآن الكريم كتاب ربنا العزيز يخاطب العقلاء، يخاطب المكلفين من الناس. أما الذين لا عقل لهم فليسوا مكلفين، ولا يشملهم الأمر ولا النهي الإلهي. والقرآن الكريم يدعو العقلاء لينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وبذلك يعرفون ربهم وخالقهم، خالق الكون والناس أجمعين. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويصف ربنا جل جلاله، ويصف ربنا الذين لا قبل أن تقول لهم ذلك يوم القيامة فلن ينفعك التمني في ذلك اليوم العظيم. وأنتم أيها الآباء المسلمون، أيتها الأمهات المسلمات، حينما تجتهدون مع أبنائكم وبناتكم فتربوهم على الدين والخلق الكريم، راقبوا رفقتهم واسألوا عن رفقائهم وأصدقائهم. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالرفقة الصالحة قبل أن تقول لهم ذلك يوم القيامة فلن ينفعك التمني في ذلك اليوم العظيم. وأنتم أيها الآباء المسلمون، أيتها الأمهات المسلمات، حينما تجتهدون مع أبنائكم وبناتكم فتربوهم على الدين والخلق الكريم، راقبوا رفقتهم واسألوا عن رفقائهم وأصدقائهم. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالرفقة الصالحة ترد على زوجها فتحتم حياتها وحياة زوجها وأبنائها. لا شك أنها تأثرت بصديقاتها ورفيقاتها المدمرات والمخربات للبيوت المسلمة. وفي النهاية الكل يندم حيث لا ينفع الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكل صديق يقول لصديقه، وكل صديقة تقول لصديقاتها يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فيرد الله عليهم بقوله: